ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله 4 ميني تورته. طبعا الطريقه سهله جدا، تنفع للمبتدئين. يعني لو لسه بادئه المشروع بتاعك هيكون الميني تورت والكبات اسهل حاجه تبدأي بيها. هقول لكم على الاسعار واوريكم كمان الصور اللي حطيتها في البوكسات. كل ده ان شاء الله هتلاقوه في اخر الفيديو. وتابعوني وان شاء الله الفيديو يعجبكم، بس اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو. وكمان كملوا للاخر، ما تجروش الفيديو وما تطلعوش بعد مده مشاهده صغيره عشان بتزعلوني. يلا بينا نسمي الله ونعمل الكيك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في العجان 7 بيضات. هحط عليهم معلقة صغيرة محسن جل. وحطيت عليهم كمان كوباية الا ربع مية و675 جرام دقيق سبونج. زودت المقدار المرة دي بيضة، علشان انا عايزة احط في الصينيتين مقاس 16، وعايزة كل صينية تطلع لي 7 طبقات مش 6. علشان التورتة الملونة بتاخد 4 طبقات، وبقية الميني تورت العاديين بياخدوا 3 طبقات. بعد ما ضربت المقدار لمدة 6 دقايق بحط بقى معلقتين ونص او 3 كده من الكاكاو. يعني كل ما بتحطي كمية سبونج كتير بتزودي الكاكاو معاها علشان بس اللون يبقى بني وحلو. وبعد كده بقلبهم حاجة بسيطة كده لحد ما يختلط الكيك كله بالكاكاو ما يبقاش فيه ابيض. وبعد كده حطيته في صينيتين مقاس 16 متبطنين بورق زبدة. هنعمل بقى دلوقتي الكريمة. طبعا اتحطوا في الفرن درجة حرارة 180، بياخدوا حوالي 38 دقيقة، وبعد كده بتسيبيهم يبردوا خالص قبل ما تشتغلي فيهم. هنعمل الكريمة مع بعض. هياخدوا مقدار التورت اللي انا عملتها دي هياخد كوبايتين كريم شانتيه، عليهم معلقتين بالظبط سكر، كوبايتين ونص مية ساقعة متلجة، وبضربهم. وبعد كده احط عليهم 400 جرام شوكولاتة متسيحة مع 200 جرام مية او لبن او كريمة، وبسيبهم يبردوا خالص قبل ما بحطهم على الكريم شانتيه بتاعي. ما بحطش الجناش اللي انا عملته غير بعد ما الكريمه تتضرب معايا بالشكل ده كده، وبعد كده ببدأ اضيف الجناش بتاعي. هو هنا كان مسك من فوق شويه، لكن من تحت كان لسه سايل، بس كان بارد كله. يعني ما كانش فيه حاجه دافيه ولا سخن، علشان بس ما يسيحش الكريمه معاكي. هضرب بقى الجناش مع الكريمه لحد ما تبقى كلها لون واحد كده، وبعد كده هحضر الكيك. زي ما قلتلكوا عايزه من كل كيكه 7 طبقات. عامله المنشار بتاعي على 9، وبقشر. اهم حاجة اي حتة ناشفة كده، لو لقيت حتى الجناب ناشفة بقشرها، لكن لو مش ناشفة ما بقشرهاش خالص. لكن الجزء اللي تحت واللي فوق طبعا بقشره. قطعتها 7 طبقات. هناخد 4 هنحشيهم في الصينية كده علشان نعمل التورتة الملونة، وال3 طبقات التانيين هيتعملوا ميني تورتة عادية. اي تورتة فيها شكل بعملها ب4 طبقات اقل حاجة. يعني ممكن 4 طبقات، ممكن 5 أو 6، علشان يكون بس الشكل باين فيها. لكن أقل حاجة 4 طبقات، ما ينفعش 3. ما بحبش أعملها ب3 طبقات، هيكون الشكل مش باين يعني. يعني حتى لو حطيتي دريب أو حطيتي صورة أو حاجة، بحس إنه 4 طبقات بيكون أفضل. وطبعا كل تورتة وليها سعرها. هقول لكم على كل الأسعار برضو واحنا بنشتغل كده مع بعض. بحشي الطبقات بتاعتي، بحط موس وبحط كمان نوتيلا ومكسرات، وبحط في الطبقة التانية اللي هو صوص مربى الحليب مع مكسرات. ممكن تستغني عن اي حاجة فيهم زي ما انت عايزة. يعني ما تلزميش نفسك خالص بالحشوة اللي انا حاشياها. دول كده ال4 طبقات هغطيها واحطها في التلاجة. ودي حشيتها 3 طبقات بنفس الطريقة اللي انا حشيت بيها التانية ال4 طبقات. بجلسها كويس، وبعد كده هعملها كده بالسكرابر من الجنب بشكل الزجزاج. ممكن تعمليها كده زي ما انا عملتها، وممكن تطلعي ايدك وتنزليها كده يديكي شكل زجزاج برضو. بعد كده هحط بقى عليهم الجناش. الجناش ده عبارة عن 200 جرام شوكولاتة متسيحين بقى مع يعني 175 جرام تقريبا كده مية. الشوكولاتة القوام بتاعها حسب الشوكولاتة اللي انت مستخدماها. في شوكولاتة قوامها خفيف بتحتاج لكمية شوكولاتة اكتر بالنسبة للسائل. يعني ممكن تاخد كمية الشوكولاتة تاخد نصها بالظبط سائل. وممكن في شوكولاتة قوامها تقيل شوية بياخد اكتر شوية من النص. فانت ابدأي بنص الكمية بالظبط سائل. يعني لو 100 جرام شوكولاتة مثلا هتاخد 50 جرام لبن او مية او كريمة. وبعد كده لو لقيت القوام تقيل شوية هتخففيه حبة بحبة، علشان ما تخفش منك خالص وتضطر ان انت تسيحي الشوكولاتة تاني علشان تظبطي القوام.
ممكن برضو لو لقيتيها سايحة شوية تسيبيها شوية في درجة حرارة المطبخ. احنا طبعا دلوقتي الدنيا ساقعة والشوكولاتة بتمسك على طول، فتسيبيها لحد ما القوام يبقى مناسب معاكي وتصبيها. بعد كده بقى بحط الروزيتات بتاعتي او افنش الفينش بتاعي زي ما انا عايزة. التورت اللي هي بثلاث طبقات دي انا بطلعها ب200 جنيه. لما بعملها في بوكسات بحط معاها مثلا كبين. الكب الواحد اصلا لوحده هو بيتباع ب35. لو مثلا 5 كبات ببيعهم مع بعض ب150. لما بحط كبين مع الميني تورته بحسبهم كلهم 250 مع بعض. تمام، يعني كده البوكسات اللي انا عملتها حطيت ميني تورته حطيت معاها كبين. بقى البوكس ب250. والتورته لوحدها زي ما قلت لكم بتتباع ب200. طبعا هي بتتحط في علبة اللي هي صغيرة مقاس 20 في 20، بحطها في علب ملونة، ما بحطش في علب اللي هي الفضي دي خالص. وحطيت بقى في النص اللي هي النوتيلا بالترانسفير. وحطيت من الكريسبي. يعني الفينش ده بيكون يعني حسب التخيلات كده وانت واقفة تشتغلي حسب تخيلك كده ما يجيبك. ما بقاش محضرة اي حاجة خالص، هي بتيجي كده وانا بزين. بحاول ان انا اشكل وخلاص. هنعمل بقى التورته ال4 طبقات. شايفين ارتفاع حلو جدا وكأنها تورته عادية مش فارقة خالص عن التورت الكبيرة. يعني الشكل بيطلع فيها حلو جدا، وبالعكس كمان بحب الشكل في التورت الميني اكتر من التورت الكبيرة. هنا شوية من الكريمة اللي انا ضربها عادي حطيت عليها لون فوشيا. وبعدين حطيت نقطة واحدة حمراء علشان اخد الدرجة اللي انتوا شايفينها دي. وبحطها بقى في الميكروويف كده على 5 ثواني او 10 ثواني لحد ما تبقى القوام اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا باخدها بجربها الاول اشوفها اللي هتنزل معايا دريب كده مظبوط وكويس. يبقى تمام. لو لقيتها لسه ممكن ازود لها برضو مع سنة مية حاجة بسيطة خالص لحد بس ما يتظبط معايا القوام كده. ابدأي في التورتة من ورا علشان لو الدريب مش نازل مظبوط او كويس معاكي تقدري ان انت تصلحيه وما يكونش الشكل باظ قدام. التورتة دي اللي هي ال4 طبقات بتطلع من 250 ل275 جنيه. حطيت سبرينكلز لان هي برضو بيكون عليها صور من فوق وبتحتاج علب اغلى وبتحتاج علب اعلى، يعني اعلى واغلى في نفس الوقت. والبورد طبعا بتكون اكبر شوية علشان بيكونوا عايزين الاسم وكده. فبتكون هي حاجة مخصوص شوية عن الميني تورت العادية. وهي سعرها كده 275، حلوة جدا بالحشوات طبعا والمكسرات وكده. وانتي طبعا تحسبي حساباتك زي ما انتي مستخدمة كده في الحشوات. يعني مثلا مش حاطة مكسرات او مش حاطة صوصات او مش حاطة جناش للكريمة بتاعتك، ممكن التكلفة تقل شوية. حطيت الصور وحطيت لولي بوب كده عاملاهم بعجينة السكر. وده شكل التورته النهائي، يا رب تكون عجبتكم. وهوريكم برضو شكل البوكسات. ده كان شكل البوكسات، كل ميني تورته شوكولاته حطيت معاها كبين كده من الفانيليا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير.